تخيل كده لو الأرض طلعت فاضية من جوا، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ هتحس انك خفيف وبتطير، ولا كل حاجة هتطير في الفضاء، ولا ممكن نتحمص ونتشوي من الشمس؟ بص يا صديقي، القشرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها دي سمكها حوالي 35 كيلو متر، يعني لو قارنتها بحجم الأرض هتطلع أرفع من قشرة التفاحة بالنسبة للتفاحة نفسها. القشرة دي عبارة عن صفائح تكتونية مرصوصة جنب بعضها، فمن غير الوشاح اللي شايل الصفائح دي القشرة هتتكسر وتنهار على بعضها، وهتتحول لكرة حجمها حوالي 80% من حجم القمر، يعني كثافتها هتبقى قليلة جدا. ولكن تعال نفترض انه في عوامل سحرية شايلة القشرة دي ومحافظة عليها وعلى شكلها وهي فاضية. ساعتها الجاذبية اللي هتشدك لتحت هتبقى بنسبة حوالي 1% بس من الجاذبية الطبيعية. ومش بس كده، مفيش معادن منصهرة بتلف جوا كوكبنا، وده معناه انه المجال المغناطيسي الجبار بتاع الكوكب هيختفي، والنتيجة انه الاشعاعات الكونية والاشعة الفوق بنفسجية هتشوينا حرفيا. ده غير انه الرياح الشمسية هتمسح الغلاف الجوي بتاعنا وهتطير الاكسجين اللي بنتنفسه. يا ساتر يا رب، الحمد لله انه الارض طلعت مليانة مش زي ناس انا عارفها. بس تفتكر احنا عرفنا ازاي اللي موجود جوا الارض؟ ما تنساش يا صديقي تعمل فولو علشان اقول لك سلام.